ازيكم عاملين ايه؟ المرة دي هنعمل كوفية جديدة. آه كلها نيت ستيتش برضو. مفيش غرز مختلفة. هنستخدم خيط هيمالايا افريداي. الدرجة دي انا كانت اول مرة اشوفها. هي مش نبيتي، بس هي فيها اسود خفيف مع نبيتي. هنبدأ على طول. بنبدأ بعدد الغرز اللي احنا عايزين نعملها. بنعد عدد الغرز اللي احنا هنعملها. هنعمل 40. بنلف 40 مرة على الإبرة علشان نعمل الخيط بالطول المطلوب، عشان ما يقصرش مننا واحنا بنعمل أول سطر. بنعمل عقدة البداية بنفس الطريقة اللي بنعملها بيها في الكروشيه. بنلفها على صباعنا الاتنين ونطلع بالخيط من جوه الحلقة اللي معانا ونضيقها. بعد كده بنعيد تاني. بلفها على صباعي، بدخل من الحلقة دي اطلع بالخيط اللي وراها وبس. بدخل الحلقة في الإبرة. انا بحاول ما اجريش حاجة علشان تبقوا شايفين ايدي بتتحرك ازاي. برفع صباعي كده، اعمل بيه زي حلقة جديدة، علامة اكس بصباعي. بتلاقوا زي حلقة جوه، تاخدي منها الخيط وتطلعي. تعملي اكس بصباعك، تدخلي بالإبرة تاخدي الخيط اللي على الصباع التاني وتطلعي بيها. بنعمل ده 40 مرة. الكوفية بتاعتنا محتاجة 40 غرزة. انا اعتقد نسيت اقول لكم انا بشتغل بإبرة كام. هي إبرة 3. وعموما في الحاجات دي انا بشتغل بالإبرة اللي احس ان هي مناسبة مع الخيط. فبنعمل 40 غرزة علشان الكوفية دي. خلصنا 40 غرزة او 40 عقدة. بن نربط الخيط عشان لو في الاول وخايفة الخيط يفك منك او كده، هي العقدة دي مش بتبان او الربطة دي مش بتبان، احتياطي بس عشان تبقي مرتاحة وانت بتشتغلي. تتأكد ان الخيط مش ملفوف غلط. بنسحب برضو زي الكوفية اللي قبل دي. بنسحب اول غرزة من غير شغل خالص. نسحب اول واحدة. اول سطر بيبقى ضيق شوية، معلش. بتوسعي بالإبرة اللي في ايدك اليمين لو ضيقة قوي. سحبنا اول واحدة. التانية بنعملها غرزة امامية. اول سطر ده بيبقى ضيق شوية على الإبرة، ده طبيعي. بنعمل السطر كله غرزة امامية ما عدا الغرزة قبل الأخيرة. تمام. يعني بنشتغل كله أمامي ما عدا الغرزة قبل الأخيرة. بندخل بالإبرة ناخد الخيط ونطلع بيه. بندخل من الإبرة ناخد الخيط ونطلع بيه. التصوير بيبقى صعب شوية لأن بيبقى اللايت بين ايدي، فببقى مش عارفة اتحكم في الإبرة خالص ولا في الخيط، فمعلش. بنشتغل كله أمامي. بحاول ان انا ما جريش او كده. اللي عاوز يجري يقدر يجري هو من عنده.
خلاص دي الغرزة قبل الأخيرة، بسحب والخيط تحت، يعني بسحبها من غير ما اشتغلها زي ما سحبنا أول واحدة في السطر. بسحب قبل الأخيرة دي والخيط تحتها، ما يبقاش الخيط على الإبرة، وأعمل الأخيرة أمامية. الأخيرة أمامية السطر اللي بعده، وكل سطر تاني أول واحدة بنسحبها من غير شغل في السطر، أول واحدة ما بنشتغلهاش، وبنشتغل السطر كله أمامي ما عدا قبل الأخيرة، بنسحبها والخيط تحت. فأول واحدة سحبناها، التانية أمامي، التالتة أمامي، السطر كله غرز أمامية. السطر كله بيكون عبارة عن غرز أمامية ما عدا الغرزة قبل الأخيرة، دي بنسحبها من غير ما نشتغل خالص. هنوصل للغرزة قبل الأخيرة، هو كله أمامي عشان كده جريت شوية لأن مفيش حاجة جديدة. بنشتغل الأسطر كلها أمامية ما عدا الغرزة الأولانية بنسحبها، والغرزة قبل الأخيرة بنسحبها. الغرزة قبل الأخيرة بنسحبها، وناخد بالنا ان الخيط ما يبقاش شايفين، يعني ما بنسحبهاش كده، لا كده ما يسحبهاش ويبقى كأن الخيط بقى اتنين، لا بنسحبها والخيط تحت، والأخيرة أمامية. تمام. السطر اللي بعده أمامية، نسحب أول واحدة والباقي كله أمامي. ليه بنسحب واحدة من غير ما نشتغلها؟ علشان الحرف ما يبقاش رفيع، بنحب ان افضل ان الحرف يبقى فيه سمك شوية، فده بيخلي شكل الكوفية ألطف. ونكمل بنفس الطريقة، السطر كله أمامي ما عدا أول واحدة، دي بتكون بنسحبها من غير حاجة، وقبل الأخيرة بنسحبها والخيط تحت. دلوقتي في بقرة خلصت معانا، فأنا هوريكم ازاي ببدأ البقرة الجديدة. الكوفية دي ان شاء الله هيكون طولها 214 سنتي، يعني 2 متر و14 سنتي، وهي عرضها 21 سنتي. اهم حاجة وقت ما بنضيف بقرة جديدة او نبدأ بقرة جديدة، ان اخلي زوايد الخيط كلها في اتجاه واحد. يعني طالما يعني هنا مثلا انا الخيط الزيادة انا بدأت من الاتجاه اللي انا شغال فيه ده، فكل مرة قبل ما ابدأ البقرة الجديدة اخد بالي ان الزيادة تكون في نفس الاتجاه. يعني هنا الخيط الزيادة ورا، فكل مرة يبقى الخيط الزيادة بيبقى ورا برضو، عشان لما انضف يبقى في اتجاه هو نضيف 100%، مفهوش اي بواقي خيوط او باين فيه ربط او كده. بعمل 3 غرز بالخيطين مع بعض، اللي باقي من البقرة اللي انا شغالة فيها والبقرة الجديدة، وبعد كده خلاص بسيب بقية البقرة اللي انا كنت شغالة فيها اللي خلصت، واكمل شغل بالبقرة الجديدة عادي. بيكون افضل من ان انا اربط الخيطين ببعض عادي ويبقى باين ان في كلكعة او باين ان في عقدة باينة قوي او كده. وبنشتغل بنفس الطريقة عادي، نسحب قبل الأخيرة، نعمل الأخيرة أمامية. بدأنا الدور اللي بعده، نسحب أول واحدة، الباقي أمامي، وصلنا للجزء اللي كنا بدأنا فيه الخيط. زي ما قلت لكم عايزين كل مرة الزيادة اللي في الخيط تكون من نفس الاتجاه. هنشتغل مع بعض الكم غرزة اللي هو
كنا شغالين فيها في الخيطين مع بعض، نشتغلهم امامي عادي والخيطين مع بعض، ويبقوا شدوا بس الخيط ده شوية كده عشان متبقاش الغرزة واسعة او حاجة. وبنكمل بنفس الطريقة عادي، وفي الاخر بننضف الخيط بتاعنا. ده اخر دور. هو بايند اوف، بس انا اتلخبطت وكتبت كاست اوف. اوكي، بنسحب اول واحدة من غير ما نشتغلها، نعمل التانية امامية، وبنعدي الخيط الاولاني، نعملها امامية ونعدي الخيط الاولاني من فوق اخر غرزة، امامية ونعدي الخيط الاولاني، وبنكمل بنفس الطريقة دي. نعمل الاول امامية ونعدي الخيط الاولاني، موضوع بسيط جدا. بنعملها امامية ونعدي الخيط الاولاني، ونكمل بنفس الطريقة دي. لو عايزين شرح اوضح للجزء ده، ممكن يكون في الكوفية اللي قبل دي، ممكن تتفرجوا بس على اخر جزء، كان فيه يعني الجزء ده ابطأ. بس فأمامية نعدي الخيط، وبنكمل بنفس الطريقة دي. خلاص كده في الاخر برضو بنكمل بنفس الطريقة، ودي بقى بنعملها امامية، مش بنسيبها، بنعملها امامية قبل الاخيرة، بنعملها نعدي الخيط من فوقيها وهكذا لحد اخر غرزة، وبنقص الخيط بتاعنا، نسيب خيط كافي ان احنا بس ننظف النهاية. بس كده الكوفية خلصت. هنا بوريكم انا الجزء اللي كان زيادة بنضفه ازاي. بعدي الزيادات دي من كذا مكان، كذا مرة، من كذا غرزة، وبعد كده بربط بالراحة كده، اتأكد ان مفيش حاجة باينة. اعديها كمان مرتين تلاتة، انا بس موسوسة شوية فبحب اربط كذا مرة، طالما بحافظ على ان مفيش حاجة باينة. بربط بالراحة، افضل اتأكد ان مفيش اي عقد باينة،